السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا وأمر مهم جدا من أوامر التسعير في نظام أماديوس، وهو ال FXB. وهنعرف الفرق بينه وبين ال FXB، وإن شاء الله يا رب تستفيدوا النهارده. دي آخر حلقة من حلقات التسعير، أو آخر فيديو من فيديوهات التسعير في نظام أماديوس، فركزوا معايا. ال FXB من أهم بيخزن السعر في ال TST أو حجز ال TST. الفرق بينه وبين ال FXB، الاتنين بيسعروا في ال TST، لكن ال FXB بي 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 بيختار السعر المناسب قبل مرحلة الإصدار على طول يعني. وشركات الطيران طبعا بتستخدم ال FXB باستمرارية في في تسعير التيكت. طبعا بتدخل بيانات الرحلة، وقبل ما تعمل إصدار للتيكت بتكتب الأمر FXB، بيطلع لك السعر بتاع الرحلة، سواء شامل بقى خدمات كرسي، وجبة، أي حاجة تانية بيسعرها لك ويحفظ لك السعر في TST. ومن الحاجات المهمة اللي بيعملها ال FXB إن هو بيحفظ السعر في الرحلة، يعني سواء الدرجة غليت الدرجة نزلت. لو نزلت برضو مش هو السعر اللي انت حفظت بيه التيكت بتاعك. طبعا لازم تكون عارف ان اسعار الطيران دي بتكون عاملة زي البورصة، يعني ساعة فوق وساعة تحت. ومن الحاجات المهمة اللي لازم تكون عارفها كموظف حجز طيران، ان كل ما الرحلة تبعد كل ما السعر يقل، كل ما الرحلة قربت كل ما السعر يغلى. تعالوا نعرف دلوقتي ال TST. TST هو عبارة عن السجل بتاع الرحلة، بيكون شامل التذكرة والسعر والضريبة ونوع الرحلة، سواء بقى ترانزيت، رحلة مباشرة، وغيره. ال TST بنستخدمه في الأمرين دول بس، ال FXB وال FXB. تعالوا نشوف مقارنة سريعة. طبعا الأمر دوت لو حابب تعرف السعر الشامل للتذكرة، بعد ما نعمل حفظ للرحلة بتكتب TQT، بيظهر لك السعر بقى بالضريبة باسم المسافر طبعا، يعني بتوتال سعر التذكرة كام. الجدول ده هسيبه لكم كده اللي عايز ياخده سكرين. دي مقارنة سريعة بين أوامر التسعير، وفي نهايتهم TST. طيب الفايل دوت مش بس بيشرح ال FXB، إنما هو فايل كامل بيشرح فيه التسعير من البداية من أول FXX. الفايل دوت هسيبه لكم، ممكن أسيبه لكم في لينك درايف أو أي طريقة، يعني اللي عايز بس الفايل يكتب لي في الكومنتات وأنا هبعته له، مفيش أي مشكلة، مجاني فري. دي كانت حلقة بسيطة أو فيديو بسيط، شرح بسيط، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، وإن شاء الله موفقين. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. شكرا.